إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم فترات الندى. لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم صباح الخير يا حاج، صباح الخير يا حبيبي، اقعدي افطري معايا. بقول لك ايه، انا مش شايف حق ام هناء من الصبح ولا جمالات ولا البت هناء، وكمان جايبه لي الشاي بنفسك. يا صباح الصباح يا اولاد، اقعدي يلا افطري معايا. اضحكك، شغلتهم لك كلهم. شغلتهم لك يا حبيبي. خليت ام هناء قاعده على الخبيز، والبت جمالات قاعده بتخبز رجاج، والبت هناء بتغسل غسيل الدار كله. قاعدين كلهم بيشتغلوا. سيبهم نسوان تجيب الكافي. تعبوني، قلت احطهم في الشغل يحسن. اشرب يا حبيبي، اشرب الشاي. جبت لك شاي وعملته لك بنعناع يظبط دماغك، يبعدك عن مشاكل النسوان دي. ربنا يهديهم لك يا حبيبي. تعالي يا بنتي يا ام هناء، تعالي اقعدي افطري. انا عارف ان انت شاطره وست بيت وخلصت الخبيز، انا عارف. تعالي اقعدي بقى افطري معانا. ربنا يخليك يا ست ابوهم، وده العشم برضو يا حبيبه قلبي. انا بس كنت عايزه اقول لكم موضوع كده حصل امبارح، ولازم اقوله لكم، وعشان هيجي تليفون مهم للحاج وكده. خير يا ام هناء، قولي لي ايه نصيبي اللي جايك ده؟ لا ما فيش نصيبه ولا حاجه يا ست ابوهم. عارفه كويس ام فاطمه؟ عارفه ام فاطمه يا ست ابوهم؟ ايوه عارفاها. مالها ام فاطمه؟ عايزه ايه؟ ده بقالها كتير قوي محدش بيشوفها. ايوه جات لي امبارح وقالت لي ان هي عايزه تيجي تتقدم للبنت هناء، لبراهيم ابن اخوهي. عارفه يا حاج؟ ايوه طبعا عارف براهيم، على طول بيبقى واقف في الغيط بتاعها في الارض وكده. ايوه عارف. قعدت تقول لي ايه رايك يا ام هناء في براهيم، وهل انتوا بقى موافقين ولا لا؟ قلت لها انا مش ليا راي، ده الحاج هو الراجل كله وهو كبير البيت. خلي الراجل الكبير ابوه يعني يتصل بيه وياخد ميعاد معاه، انا ماليش دعوه. ايوه صح كده. ايوه يا ام هناء اصيله وعارفين ان انت غسيلي وبنت ناس. ايوه صح كده. وهي اصلا مش المفروض ان هي تيجي كده من غير احم ولا دستور. المفروض ان هي تتصل بالتليفون، او الراجل الكبير يتصل بالحاج كده. اول نقطه كده زعلتني مين؟ خلاص معاش، انت كده فهمتيني كل حاجه. اتصل بيه خير، وهديله ميعاد يجي يقابلني، وانا عارف ان ابراهيم كويس قوي وعيل جدع يعني وراجل. فهشوف الموضوع، وكمان هتروحوا على هناء ما هي عروسه برضه، وهنشوف يعني، وربنا يقدم اللي فيه الخير. انا هستاذنكم بقى عشان لسه في حاجات في الظهر هقوم بيها. يلا سلام عليكم. وانت عارف ابراهيم ده يا حاج؟ اصل انا ما شفتهوش قبل كده، ما سمعتش عنه يعني. لا ابراهيم شاب طموح، ومن صغره وهو مع ابوه في الغيط وفي الارض، وعيله مسمعه يعني في البلد، ناس كويسه. ربنا يكملها على خير، وان شاء الله ياما خير ان شاء الله. مين انا مش قادره. افتحي يا سعاد، انا سعيد، افتحي. لا يا اخوي مش هفتح حاجه، انا مش قادره جوه. روح نام عند امك، سايبني بقالك يومين، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. افتحي يا سعاد عشان ما اعملش مشكله واروح لابوك الحاج. افتحي يا بيت. ده اني اللي هروح لابويا الحاج واروح هناك ومش هاجي تاني غير المولد ان شاء الله. انت سايبني بقالك يومين ونايم عند امك. خليك عند امك يا سعيد. انا هلم هدومي وهمشي. يعني مش هتفتحي الباب؟ طب انا هكسره بقى. اكسره يا اخويا، انا كده مش قادره جوه من الوكل اللي انا اكلته. حسبي الله ونعم الوكيل. انت اللي خليتني اعمل في نفسي كده. انت دخلت ازاي يخرب بيتك؟ انت كسرت الباب بحد. مالك يا سعاد؟ هو انت قاعده في الارض ليه كده يا بيت؟ انت بقالك يومين نايمه في الارض هنا، وبطنك عملت ليه كده يخرب بيتك؟ كلت الوكل كله اللي في الثلاجه عشان تيجي ما تلاقيش اي حاجه في الثلاجه. سايبني بقالك يومين وجاي تقول لي مالك؟ ماشي يا سعيد، انا اللي هخليك تلف ورايا كده عشان ارجع تاني الدار. انا قلت ابات يعني عند امي يومين عشان ما نجيش نعمل مشاكل مع بعضين. هعمل ايه طيب؟ كل ده عشان خاطرك انت، مش عايز اجي عشان مش هزعلك مني. معلش حقك عليا انا. معلش يا سعاد، قومي بقى
قومي شكلك يا حزن كده وصعبت عليا. كتك داهية انت وامك في ساعة واحدة عشان اخلص منك. اولد بس وافوق لك يا سعيد، اولد وافوق لك. قمر يا بنتي يا هناء، من ساعة ما جبت الاشار دي والجلابية مخلية البلد كلها بتجري وراك. اما لو جبت جلابية واثنين وثلاثة هيعملوا انا قمر يا ولاد. خطابين كتير وقالوا لي يا بنتي يا هناء، انت يا بنت. ايوه يا ام، تعالي انا هنا في الاوضه فوق. تعالي. القمر ده يا هناء، القمر دي يا بنتي، ده انا من ساعه ما جبت لك الجلابيه دي والبلد كلها هتديكي عيب. حلوتي كده يا هناء وكبرتي، وان شاء الله اشوفك عروس. هو انت صحيح لابسه كده ورايحه فين يا بنت؟ سعاد اختي يمي اتصلت بي الصبحيه وانا قلت لي اخلص بس الغسيل واجيلك. تعبانه قوي يمي وعايزه اعمل لها حاجات في الشقه بتاعتها. مالها يا بنت؟ مالها؟ وغشتني عليه. قالت لك في حاجه يعني ولا التعب العادي بتاعها؟ لا عادي يا ام، ما هي حامل بقى وتعبان، فاروح اساعدها في الشقه بتاعتي. وكمان عديت على ابوي وقلت له واستاذنت منه يعني، وقال لي ماشي روحي يا هناء ومش هتاخر ان شاء الله. طيب يا حبيبتي، وما تيجي كده عايزاكي في موضوع واخد رايك فيه يعني. موضوع يا ام، في حاجه ولا قلقتيني؟ لا ما فيش حاجه، بس روحي عشان ما تعوجيش على اختك، وان شاء الله ما تيجي كده نبقى نقعد مع بعضينا شويه. طب انت بتمشي ليه؟ تعالي قولي لي. امي دي تخربط دماغ الواحد. يما تعالي قولي لي. ربنا يهديكي يا ام. يا طاري هتقولي ايه؟ برضه هنزل وراكي ومش هحلك خالص غير ما اعرف ايه الموضوع. ايوه يا حاج، ايوه سامعاك. والله الف مبروك. ماشي يا حاج، الاسبوع الجاي ماشي هبلغك يا حاج. هقول ليه. يلا حبيب، السلام عليكم. ايوه هتوقفي هتقول لا. ايوه حاضر. طيب حاضر ماشي. ايه هنا، الف مبروك يا حبيبتي، هشوفك عروسي واطمن عليك انت كمان. تشوفيني عروسي؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. في يا عم جايلك عريس يا بيت الاسبوع الجاي. واد زين وجميل وجدع وماسك كده نفسه كده، وانا شفته كمان زي العسل. الف مبروك يا هناء. انت مالك يا بيتي مبرجالي كده ليه؟ هو انت مش عاجبك الموضوع؟ هو الواد حسن حل موضوع الشقه ولا ايه؟ ربنا يستر. يا بنتي فيها يا بيت، انت مش مبسوطه ولا ايه؟ هتبقي عروسه يا هناء وافرح بيكي كده زي سعاد في بيتها واطمن عليك يا حبيبتي. ايوه يا عم، ايوه انا مبسوط. هو العريس دي جاي امتى واسمه ايه؟ جاي لك الاسبوع الجاي، وعيله كبيره ومعروفه في البلد كلها. اسمه براهين. قريب الولي صاحبتي ام فاطمه. يا نهار اسود، ايه اللي انت بتقوليه ده يا عم؟ براهين مين دي؟ لا انا مش عايزه حد اسمه براهين مين؟ اسود على دماغك. اما انت عايزه مين يا بيت؟ انت يا بيت انت اللي بتقوليه دي؟ ده شاب زي العسل اللي انت بتقوليه دي. لا يا عم انا مش عايزه اتجوز. انا مش هتجوز وهقعد هنا معاك. انا مش هتجوز. بصي سعيد وسعاد مشاكل كتير، وانا بصراحه مش عايزه اتجوز وامر بالمشاكل دي. فسيبيني شويه. انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. اخراسي لقطه لسانك. احنا ما عندناش الكلام دي. البنت مادام كبرت وجالها عدالها تتجوز وتتسطر في بيتها. اوعي تتكلمي مع ابوك الكلام دي، واحترمي نفسك كده. احترم نفسي ايه يا عم؟ هو انا قلت حاجه عيبشه ولا حاجه؟ انا بقول لك مش عايزه اتجوز دلوقتي، ومش عايزه امر بمراحل الجواز دلوقتي. انا لسه صغيره وكمان مش عايزه امر بالمشاكل بتاعت سعاد، فلازم كده افكر في الموضوع. بيقولوا تفاجلوا خير تجدوه يا حبيبتي. فجلي خير وان شاء الله خير. ابوكي بيقول ان ابراهيم دي عيل جدع وطموح وما شاء الله عيلتهم كبيره قوي، وهيسديتك يا بنتي في البيت. فاحترمي نفسك وما تبقيش قليله الادب. انا همشي بقى، اطلع الدار بره عشان انت خنقتني. يا نهار اسود، اتصرف ازاي؟ اتصل بالجاموسه ده ازاي واوصله باللي انا عايزه اقوله؟ مش عارف. هتصل بيه في التليفون واحاول اقابله في اي حته. انا هقعد هنا هستريح شويه، تعبت قوي شكلي هولد خلاص. انا على اخري خالص. انا مش عارفه اروح له فين. ده قال لي على منطقه انا مش عارفاها خالص، مش عارفه امشي ازاي. مين هو يا بنتي هنا؟ ومين المنطقه دي؟ انت بتقولي وطالعه كده ومش شايفاني واخده وشك كده خالص. في يا بنت سعاد اختي. لا يا حبيبتي ما فيش حاجه. الواحد بيكلم نفسه كده. ما كنتش مش لاقي حد اقعد معاه، فكنت جايه لك يعني. انت عامله ايه؟ وايه الشنطه دي؟ هو انت زعلانه من سعيد ولا لا؟ خالص مش زعلانه مع سعيد. انا بس تعبانه شويه، وانت عارفه ان انا في الشهر السابع، فشهري صعب قوي وتعبانه، فجبت هدومي وحاجاتي وجيت. خدي بقى الشنطه ودخلها لي. حاضر يعني. بصي انا راح اشتري حاجات لامي وجاي، وبعد كده هدخلها لك. خشي انت وانا جايه وراك. انت يا بنتي عماله تتلجلجي في الكلام كده. حاسه ان انت خايفه من حاجه. ماشي انا هقوم اخش جوه.
وما تتأخريش عليا عشان هي فيها حاجات هغير هدومي وحاجاتي جوه. ماشي. ده انا اللي هولد يا سعاد مش انت. انا اللي هولد من ايام السودة اللي جايه، ولا هعرف اروح اقابله ولا هعرف اقول له حاجه، وهتدبس في ابراهيم دي. انا هقفل يا جماعه الفيديو عشان انا تعبت، وكمان افكر كيدي وهشوف اعمل ايه، وانتوا كمان فكروا معايا. اهرب واسيب البيت ولا اشوف العريس دي ولا اروح اقول لحاسن؟ ماشي. انا هسمع كلامكم وقولوا لي في الكومنتات اعمل ايه، وكمان عايزه لايكات على الفيديو عشان انا زعلانه منكم، مفيش اي تفاعل. ماشي. السلام عليكم.